لو خيرت أمك بين حياتك ومماتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها. لو خيرت أمك بين حياتك وحياتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها. لما قال له أمك ماتت قال له أنا كده عدمت الحبايب. أمك عايشة قال له أنا كده امتلك كل الحبايب. يعني لو أمك عايشة خلي بالك أنت تمتلك حاجة كبيرة جدا، ولو أمك للأسف ماتت أنت خسرت حاجة كبيرة جدا. فيا من لا زالت أمك عائشة إلزم قدميها فثم الجنة، فستأتي يوما ولن تراها. كيف يتحمل الإنسان فراق أبيه وأمه؟ كيف يتحمل الإنسان فقدان الحبايب؟ أنت بخير وظهرك بخير طول ما أبوك جنبك. أبوك لو مات أنت فقدت ظهرك، أبوك لو مات أنت فقدت أكبر عمود ليك في الحياة. خليك جنب أبوك وخليك جنب أمك، املى على أبوك وأمك حياتهم، واوعى تقول أصل أمي بتعمل وبتعمل وبتعمل. أنت والله من غير أمك ما تسوى أي حاجة. اوعى تقول أصل أمي بتعمل وبتعمل، والله أنت من غيرها ما تسوى حاجة. خلي بالك إن رضا ربنا سبحانه وتعالى في إرضاء الأب والأم، وغضب الوالدين من غضب الأب والأم. خلي بالك إن الإنسان دايما هيحاسب عن الوالدين، ماذا قال لهما وماذا صنع بهما وماذا فعل من أجلهما. فخلي بالك إن هما أيام أو سنوات، وهتفقد أبوك وهتفقد أمك وهتقول يا ليت هذه الأيام دامت. شاب لما بيحكي عن نفسه بيقول أنا كنت قاعد مع أبويا وأمي، ولما اتجوزت في محافظة غير المحافظة اللي فيها أبويا وأمي. جاء بعد فترة أنا مش فاضي أروح أشوف أبويا وأمي، فلما أنا مش فاضي أبويا اتصل عليا يا ابني عايز أشوفك. حاضر يابا هبقى أجيلك. ومرت الأيام والأسابيع والشهور وأنا مش عارف أروح أشوف أبويا. بعد كده أبويا بقى يشتاق إليا من كتر اشتياق أبويا ليا، راح مكلم إخواته، مكلم إعمامي، قالوا لي يا ابني روح شوف أبوك نفسه يشوفك. فلما لقيت عمامي بيكلموني وخالاتي بيكلموني وعماتي بيكلموني رحت عشان أشوف أبويا وأمي. ولكن لما خبطت على الباب اللي طلع يفتح لي الباب أبويا، ولما أبويا فتح بيفتح إيده عشان يحضني زعقت له وقلت له يا أخي إحنا عندنا مشاغل، يا أخي أنت عمال تفضحنا بين الناس ليه؟ فبعد كده أبويا قال لي يا ابني أنا مش عايز أشوفك، ومشي على اوضته واسرع وراح ماشي بسرعه على اوضته. فامي طلعت عنفتني ويا ابني ده ابوك كان نفسه يشوفك، ليه يا ابني بتعمل في ابوك كده؟ روح يا ابني راضي ابوك. بيقول قعدت دقيقتين لما هديت وخبطت على الباب عشان اراضي ابويا ما ردش وما فتحش لي الباب. رحت فتحت الباب ودخلت على سرير ابويا اهزر مع ابويا. قوم يابا حقك عليا انا بهزر معاك والله، قوم يابا حقك عليا. ابوه ما بيردش عليه. لما قلب فابوه للأسف لقي أبوه مات وهو غضبان عليه. اوعى تزعل أبوك وأمك، اوعى تيجي على أبوك وأمك. زعل الدنيا كلها واوعى أبوك وأمك. خلي الدنيا كلها في كفة لوحديهم وأبوك وأمك في كفة لوحديهم. أنت والله من غير أبوك وأمك والله ما تسوى حاجة. أمك لا يهدأ لها طعام ولا يهدأ لها شراب حتى تراك ملء السمع والبصر، فكم جاعت لتأكل وكم بردت لترتاح أنت. أمك ثم أمك ثم أمك أو والله الإنسان من غير أبوه وأمه ما يسوى أي حاجة. فلذلك أكتر طاعة الإنسان بيتقرب لربنا سبحانه وتعالى بيها لو كان بيرضى أبوه وأمه، وأكبر معصية الإنسان بيقع فيها لو كان عاصي لأبوه وأمه. فلذلك اللي من غير أم حاله يغم، زي ما الناس اللي قبلينا ما قالوا الكلمة الجميلة ديت، اللي من غير أم حاله يغم. فلذلك الإنسان لو عايز يكون طائع لله سبحانه وتعالى عليه بأن يتقي الله سبحانه وتعالى في أمه وأبيه في القول والعمل. فلذلك يا أحباب الإنسان العاق هيرزق العقوق، والإنسان الطائع هيرزق الطائع. أنت بتبر أبوك وأمك هيبقى ربنا هيرزقك بولد هيبرك. أنت عاصي لأبوك وأمك ربنا هيرزقك بولد يكون عاصي ليك. فلذلك الشاب اللي أبوه خانق مع مراته فراح مجرجر أبوه من رجليه، وقبل ما يجرجر أبوه من رجليه ضرب أبوه بالقلم
الأب بكى وقال له والله يا ابني أخطر من 20 سنة ضربت أبويا بالقلم. والشاب اللي هو دايما بيقبل إيد أبوه وإيد أمه، دايما ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه هذا البر وهذا الفلاح، فقد خاب وخسر، كما قال سيدنا رسول الله: خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ثم لم يغفر له، وفي رواية ثم لم يدخل الجنة. الشاهد في هذا الحديث ان انت لما تكون طائع لابوك وامك وتبر ابوك وامك، ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لك ذنوبك. انما انت لما تتكبر على ابوك وتتكبر على امك وتتعامل مع ابوك وامك بكبر وتتعامل مع ابوك وامك بعدم ارضاء لله سبحانه وتعالى، خلي بال حضرتك ان كما تدين تدان وتعالى. ولا شك ان عاق والديه عاصيا لله، بل ان شئت ايها الحبيب اللبيب فاعلم أن عقوق الوالدين ليست معصية فحسب، بل هي كبيرة من الكبائر. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك أي وحكم ربك أن العبودية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. أيها الحبيب، حينما يتحدث ربنا عن العبودية له تبارك وتعالى، ثم يأتي بأعظم عبادة وهي بر الوالدين، فأي فضل وأي عطاء للذي يكون بارا لوالديه، فضل ربه وعطاء ربه له يكون في الدارين، في الدنيا ثم في الآخرة. فلذلكم يا سادة، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم شاب، ربما يتعلم شاب ويأخذ ليسانس، وربما يأخذ الدكتوراه وله والد مزارع. بعض الشباب يسول له نفسه أن يتكبر على أبيه وعلى أمه سبحان هذا العلم الذي تعلمه. فإن الولد لا بد وأن ينحني أمام أبيه من الطاعة لله، أن ينحني الولد إلى أبيه. فلذلك جاء رجل إلى سيدنا رسول الله: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أحق الناس بحسن صحابتي يعني من أكثر الناس فضل علي، وكلنا يحفظ هذا الحديث. قال: أمك. ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. سيادنا العلماء بيقولوا هنا التكرار للتأكيد. صلوا على رسول الله. أمك ثم أمك ثم أمك ثم من يا رسول الله؟ قال: أبوك. قال راوي الحديث: ولو زدته لزادني. يعني لو سألت من ذلك النبي قال من أفضل الناس علي. فلذلك الإنسان حينما يقف أمام أبيه أو أمام أمه يجب أن يقف وقفة أدب. فلذلك يا سادة، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر كما بين لنا سيدنا رسول الله. بعض الشباب ربما يسأل: يا شيخ أنت لا تعرف أمي، فأمي تفعل كذا وكذا وكذا وكذا. ربما الأم عاصية، ماذا نفعل معها؟ نستأذن من سيدنا رسول الله أن نجيب على هذا السؤال. إذ أتت امرأة إلى رسول الله، تأتي امرأة إلى سيدنا رسول الله: يا رسول الله، إن أمي ترغمني على الشرك ومع ذلك أكفر بالله. قال: إياك والشرك، اوعي. يا رسول الله، أهجر أمي؟ خلاص ما اسألش عليها. قال: لا، اسألي على أمي، أحسني إلى أمي. فلذلك أنا أقولها بملء فمي أن طاعة الوالدين أعظم عند الله ثوابا من الجهاد في سبيل الله. بتقول يا شيخ ده الجهاد في سبيل الله بيقدره كبير جدا. هذا ليس كلام، بل كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله يأتي إليه رجلا: يا رسول الله، إنني ارتكبت في غزوة كذا.
أنا أحب نفسي بالغزوة وأمي بحاجة إلي، ماذا أصنع؟ يذهب شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أروح أجاهد في سبيل الله وربما أنال الشهادة ولا أعد جنب أمي؟ قال النبي: عد إلى أمك. وفي رواية: اذهب إلى أمك فجاهد فيها. إنما بعض الشباب للأسف الشديد ربما يأتي بكل ما لذ وطاب لأولاده وزوجته، لا بأس بذلك، ولكن ليس من الدين في شيء أن تأتي بكل ما لذ وطاب لزوجك وأولادك وتترك أبيك وأمك وهم في حاجة إلى الطعام والشراب. إننا نسمع من الآباء كلمات تبكي القلوب. شاب يجيب فاكهة ويبقى قاعد في أبوه وأمه في الأرياف ويقعد مع أبوه وأمه ومعاه شنطة فيها طعام وشراب بكل ما لذ وطاب، ويقعد يتكلم معاهم وفي الآخر ياخد الشرب بكل بجاح ويطلع لأولاده، وناس أبوهم أصلا اللي ربوه، ناس أبوهم اللي ضحوا حياتهم من أجله. اعلم أيها الشاب، لو خيرت أمك بين حياتك وحياتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها. الأم لا يهنأ لها طعام ولا يهنأ لها شراب حتى تراك ملء السمع والبصر. فإننا سمعنا كثيرا عن الغدر والخيانة، ولكننا لم نسمع عن غدر الأمهات أبدا، لم نسمع عن غدر الأمهات أبدا. فإن ربنا تبارك وتعالى جعل طاعة الوالدين من أول الأفعال بعد العبودية، من أول الأفعال التي تدخلك الجنة، من أول الأبواب التي تدخلك الجنة. فلذلك بر الوالدين وعقوق الوالدين سينال العبد الثمرة في الدنيا قبل الآخرة. لو كنت انت بر لأبوك وأمك ربنا يرزقك ولد بر بيه، ولو كنت انت عاصي لأبيك وأمك والله من نفس الكاس تشرب، والله من نفس الكاس تشرب. ربما يعتقد الشاب هو ده لو تدعي عليا وقلبه يقول بعد الشر. ده واحدة راحت، خلي بال حضرتك، من الثلاث دعوات التي لا ترد، ليس بينها وبين الله حائل ولا حجاب. يعني كل دعوة لها قوانين عشان تطلع لربنا. 3 دعوات مفيش حائل ولا حجاب. الدعوة صاحبها الانتهاء ترفع للسماء في الدم واللحظة وستقبل ولو بعد حين. صلوا على رسول الله. شاب واللي بيرد القصة ديت من أم نفسها جاية بتعيط وبتبكي للشيخ: يا مولانا، ده أنا قلت لابني باللهجة المصرية روح إليها تخبطك عربية وتدمدمك وتململك في الشارع. دعوة الأم ادعت بها وخلاص. الولد طالع من الشارع بعد يومين اثنين لا ثالث له. الولد طالع من الشارع عربية خبطته ودست عليه. السواق ليه حد يقول حاسب يسر راح راجع عليه كمان. يعني بس مش خبطته، ده كمان العربية ململته زي دعوة أمه ما قالت. فلذلك بنحذر الأب والأم: اوعى تدعي على ابنك، اوعى تدعي على ابنك أبدا. والأم اوعى تدعي على ابنك أبدا. الدعوة مجابة مجابة مجابة. فيجب علينا أن نتحرى الدعوات من الأب والأم. فلذلك يا سادة،
مش هنطيل النفس في قصص الطائعين. قصة واحدة نعرف عشرات القصص عن الطاعة، نحكي منها قصة واحدة عن الطاعة. شاب كان أبوه مزارع كراجل فلاح، وراح لأبوه الغيط، جاي من شغله راح لأبوه الغيط، أبوه عايز يسقي الأرض. نام يابا وأنا هسقي الأرض، ده الجو حر، نام يابا. الولد جاب فرشة وفرش لأبوه، الأب نام. الولد سقى الأرض كلها. بعد ما الولد سقى الأرض كلها بقى الحوض اللي أبوه نايم فيه. فالطبيعي إن الشاب هيقوم أبوه عشان يسقي باقي الأرض. الشاب قال لا، أنا ما اضمنش لأبويا ممكن يبقى تعبان. راح قفل المكنة وساب أبوه نايم. قعد ما يقرب من 3 ساعات جنب أبوه نايم. انظروا إلى هذا البر ماذا يصنع بأهله. قاعد جنب أبوه نايم. الأب صحي من النوم، بيبص حوالين الأرض، التالت ودنه قاعد تحت رجليه. لا يا ابني ما قلتنيش. قال له يابا قلت ده ممكن تبقى تعبان ما قلقكش لما تقوم براحتك كمان سقيت الأرض. الأب بدأ يسقف وصفقه على يديه. والله يا ابني أكثر من 20 سنة وهي كان في نفس الحوض، وكان تعبان برضه، نيمته وسقيت الأرض برضه، ما رضيتش برضه صحيح من النوم. الراجل إيه؟ نسي، لكن الله لا ينسى، وما كان ربك نسيا. فلذلك يا أحباب، شاب ضرب بينه وبين أبوه خلاف في الشارع، فراح صفي أبوه على وجهه، ضرب أبوه القلم. الناس اتلمت وعايزين يضربوا الشاب، الراجل عجوز يضرب القلم ازاي؟ الراجل راح قال له امسكوا دمي، ابني وربنا بيخلص مني. في نفس المكان ضرب بينه وبين ابويا خلاف، ضربت ابويا في نفس المكان. العبد ينسى والله لا ينسى. الشاب اللي امه خدت مع مراته، لما جاب مراته شحنيته. طبعا الإحسان إلى الزوج أمر واجب، ولكن على الرجل أن يكون معتدلا. ضل خلاف بين مراته وأمه، راحت مراته قالت له حاجة من اثنين: يا تطحنا من بره البيت، يا إما أنا هسيب لك البيت. الشاب بكل بجاحة ما قالش لأبوه يمشي، ده بدأ يجرجر أبوه من رجليه، جرجر أبوه من رجليه لحد السلم، وهينزل أبوه صح في السلم. الأب قال له يا ابني انتهي، كفاية يا حبيبي، أنا والله لما أمك خلقت مع جدك جرجرته لحد السلم بس، والنبي يا ابني ما تزيد على كده. وما كان ربك نسيا، وربنا بينسى؟ ده حتى والله العظيم رأينا وسمعنا بأذننا، سمعنا بالأذن، حتى اللي بيهزر مع أبوه ربنا بيوزه، بنفس الولد يهزر بنفس الهزار. والله أنا سمعت عن راجل بيهزر مع ابنه، فابنه سرح وراح ضرب أمه القلم. راجل بيهزر مع ابنه، فالولد سرح في الهزار راح خبط أبوه القلم، فابوه عيط، قال له حقك عليا يا ابني والله ما اقصد. قال له يا ابني والله يا ابني مزاجك، ده انا كنت بهزر مع ابويا وضربته بالقلم. يا الله، ان كان يخلص ربنا حتى في الهزار، ماذا يصنع ربنا بالابن العاق؟ فليصنع العاق مهما يصنع فليدخل الجنه، وليفعل الطائع مهما يفعل بإذن الله هذا لا يدخل الجنة، وبإذن الله هذا لا يدخل النار. طاعة الوالدين من طاعة الله. فلذلك أيها الرجل إن أردت الجنة فعليك ببر الوالدين. ولكن يا أخوانا الموضوع بتاع بر الوالدين الكلام فيه كثير جدا، إنما أنا عايز أتكلم في نقطة مهمة. بعض الشباب يتزوج
والأب والأم ادوا بنتهم لشاب يتقي الله فيها، مع أول خلاف بين الولد وحماه أو حماته بعض الشباب بيمنع الزوج عن أبوه وأمه. هل هذا الأمر يرضي الله؟ ما لو الأب والأم ينفع إن هم يخرجوا على بنتهم الأم من حقه عشان يحافظ على بنته، إنما إن الولد يحصل خلاف بينه وبين حماه وحماته فيمنع مراته، يعني يجعل دي سلاح ضد أبوها وأمها، هذا الأمر لا يرضي الله أبدا. فإنه إن حدث خلافا بينك وبين أهل زوجتك يا أخي ما تروحش وما تودش، بس ما تقطعش الأهل من بعضهم. ما ينفعش الراجل يقطع الست على أبوها وأمها، ولكن على الزوجة السمع والطاعة إن منعها زوجها. يعني الراجل ما يجوز إن هو يمنع مراته، أما الراجل لو منع الزوجة عليها السمع والطاعة والتكلم معه برفق ولين. فلذلك في عصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر سيدنا رسول الله، امرأة كانت متدينة وسافر زوجها. بعدما سافر أصيب الوالد بالمرض، الأب يدعيه، فذهب إليها بعض الناس: يا فلانة إن أباك قد أصابه المرض. طبعا يا إخواننا احنا دلوقتي الست تقدر تتصل على جوزها، إنما في عصر سيدنا النبي لا في اتصال ولا في وسيلة. فرفضت الزوجة أن تذهب إلى بيت أبيها، ما أقدرش أطلع بركته من بيت اسم جوزي. بعد أيام اشتد المرض على الوالد، بدأ المرض يا اخواني ايه؟ يزيد. يا فلانة إن المرض قد اشتد على أباك. قالت: لا أستطيع أن أخرج من بيتي بدون إذن زوجي. يوم آخر: يا فلانة إن أباك في سكرات الموت. أبوك بيطلع في الروح، يلا روحي يلقي على نفسك الوداع. قالت: زوجي لم يأذن لي. وقالت قبل ذلك: أبلغوا والدي مني السلام، سلموا لي على أبويا وقولوا له بنتك مش قادرة تعصي ربنا إنها تخرج من البيت بدون إذن جوزها. إلى أن مات أبوها: يا فلانة إن أباك قد مات، فهلا جئت لتلقي عليه النظرة الأخيرة؟ قالت: لا، أسأل الله أن يغفر لوالدي، بس أنا مش هسيب بيت جوزي من غير إذنه. فدفن الأب، وبعد أيام عاد الزوج. صلوا على رسول الله. فقصت على الزوج ما حدث. أبويا عي ومات، فانفعل الزوج: ازاي ابوك يعيا ما تروحش تشوفيه؟ هنا بقى الزوج الاصيل اهو. ازاي ابوك يعيا ما تروحش تشوفيه؟ وازاي يبقى في سكرات موت ما تروحش تشوفيه؟ وازاي يموت ما تروحش تبقى على نصرة الوداع؟ هيا بنا لنذهب الى رسول الله. يلا نروح لسيدنا النبي. والزوج غضبان، كان المفروض تروح لابوك يا زيك بعد مالك. فذهب الى سيدنا رسول الله فقص على رسول الله ما حدث: يا رسول الله، إن أبي قد مات وقبل الموت مرض، ولم أذهب إلى أبي لإرضاء ربي ألا أخرج بدون إذن زوجي. قال النبي: إن الله قد غفر لأباك بما صنعت. صلوا على رسول الله. النبي قال لها إيه؟ ده ربنا غفر لابوك كل الذنوب بسبب ان هو ربك عند الدين. هذا الامر نقول به ان على الزوجه التقيه النقيه ان تكون طائعه لزوجها في كل الامور
ما دام لم يأمرها بمعصية، ولكن على الزوج أن يتقي الله في زوجه، وعلى الزوج أن لا يقطع أهل زوجه من أهلها. ما ينفعش يا إخواننا والله واحد بعد ما اتجوز وخد واحدة معززة مكرمة من بيت أبوها وأمها فأول خلاف يمنعها عنه. يا سيدي أنت ما تروحش، ولكن لا يحق لك أن تمنع الزوجة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أحباب رسول الله، قد يسأل سائل ويتحدث في نفسه: يا شيخ سامحك الله، تتحدث عن رضا الوالدين وطاعة الوالدين وقد فقدت أمي وأبي. فإن الإنسان إذا فقد أبيه وأمه فإن هناك بعد الفقدان طاعة. في بعد ما أمك وأبوك يموتوا برضه طاعة لأبوك وأمك. زي مولانا أن تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما. يعني أمك ماتت وعندك ست، أمك ماتت وعندك أخوك، أبوك مات وعندك أخت. هم أخواتك دول مش عيلة أبوك وأمك. لو أحسنت لإخواتك فأنت بتحسن لأبوك، ولو أحسنت لعمك أنت بتحسن لأبوك، ولو أحسنت إلى خالتك أنت بتحسن لأمك. يعني يا إخواني لما أبوه ماتوا يقدر برضه يكون على طاعة إن هو يبر أهل أبوه وأهل أمه. فكذلك يا سادة أبواب الجنة كثيرة كما قلنا قبل ذلك. وإننا في هذه الأيام المباركة يجب على العبد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما أوتيه من قربة. أيام مباركة تتنزل فيها الحسنات وتتنزل فيها الطاعات من رب الأرض والسماوات. فلا شك أبدا أن ربنا تبارك وتعالى يعقب عبادا من النار في هذه الأيام المباركة الطيبة العامرة. أيام مباركة وأيام طيبة، اللي هيصحى فيها وهيستيقظ فيها فله من الله الطاعة. فلذلك من السنة النبوية: رحم الله رجلا أيقظ زوجه من الليل لتقيم الليل، فإن أبت اسمع من السنة نضح في وجهها الماء. يعني يمسك شوية مية وشها بشوية مية عشان تصحى وتقوم. دي يا اخوانا والله سنة مقبولة، ولو عملها راجل لوالد هيمتحن ان هو الجنة. وإن من السنة أن تستيقظ المرأة في جوف الليل وتيقظ زوجها ليصلي، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يعني كبت على وشه ده شوية مية عشان ممكن يكون يصلي. فلذلك يا سادة هذه الأيام المباركة نعيش فيها الآن. يعني في الأيام دي أنا هبقى فين في السنة الجاية؟ ما هو يا إخوانا لو كل واحد كده قاعد بعد الخطبة يتذكر هيلاقي إن كان ليه قريب أو جار أو صاحب في الأيام زي كده. الأيام اللي فاتت كان معانا ودلوقتي هو تحت التراب. فالأيام الجاية في السنة الجاية هتلاقي مين الله أعلم، مين موجود مين مش موجود الله أعلم. فإن كان الأمر كذلك فاغتنم هذه الأيام الطيبة المباركة، فإن هذه الأيام فيها ليلة خير من 1000 شهر، ليلة القدر. فلذلك العبد الذي يجتهد إلى ربه سبحانه وتعالى ينال الرضا. وعشان بس ما اشكش على حضراتكم، كان في 2 أصحاب، واحد فيهم مات واللي كان بيجتهد في الطاعات
بعد ما مات قال صاحبه في المنام، قال له يا صاحبي ما الذي رفع عملك إلى هذا؟ يعني صاحبه ده بيتنعم في الجنات. قال له انت ايه اللي رفع مكانك كده على ربه؟ قال له عشان اخر رمضان مر عليا كنت مجتهد فيه جدا، فلما اجتهد في رمضان اللي حصل ربنا سبحانه وتعالى رفع قدره. وانا اذكر نفسي وحضراتكم بقول الله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الانسان لو مش هيصلي في هذه الايام القليله اللي هيصلي ايه؟ انا ما بتكلمش على الصلاه المفروضه اللي هي العصر والظهر. هو ينفع مسلم اصلا ما يصليش؟ ده انا بتكلم يا اخوان عن ايه؟ بتكلم عن العصر والظهر والمغرب والعشاء، لان اصلا طبيعي ما ينفعش مسلم ما يصليش، ما ينفعش اساسا المسلم ما يصليش. طيب قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والآخرة خير وأبقى. خلي بالك أنت عايش في الدنيا فانية. خلي بال حضرتك أنت عايش أيام لما يوم يعدي من عمرك جزء عدى منك. خلي بالك إن الإنسان هيعيش كم سنة؟ ده أنا بتكلم دلوقتي تذكرت قصة سيدنا نوح. سيدنا نوح عليه السلام يا إخوانا كان ماشي فلقي امرأة عجوزة ورا في السن، فوجد امرأة عجوز تبكي بتبكي بكاء شديد، فذهب إليها نبي الله نوح قائلا لها أيتها المرأة ما الذي يبكيك؟ صلوا على رسول الله. بتعيط ليه؟ قالت يا نبي الله لقد مات ولدي وهو في ريعان شبابه. ابني مات وكان لسه شاب ومات. قال لها مات عنده كم سنة؟ قالت له يا دوب عاش 300 سنة. من الذين كان عمرها ايه؟ كتير وكبير. ده سيدنا نوح بس انتهى قوم 950 سنة. عاش كم سنة بعد الطوفان وعاش كم سنة بعد الطوفان الله أعلم. يعني بس انتهى قومه 950 سنة. فنبي الله نوح لما لقي امرأة بتعيط وزعلانة عشان ده مات شاب عنده 300 سنة، سيدنا نوح قال لها ايه؟ هناك أمة تأتي من بعدنا. هو يقصد احنا يا اخوانا هناك أمة تأتي من بعدنا يكون عمرها ما بين 60 و70 وقليلهم الذي يتجاوز ذلك. ده خلي بالك في أمة جاية بعدينا الواحد ثم يموت عمره 60 أو 70 سنة. ده مش بس كده، ده نادر اللي هيوصل لعمره يصل. فنظرت هذه المرأة إلى نبي الله نوح: يا نبي الله والله لو كنت من هذه الأمة لسجدت لربي ما رفعت رأسي طول هذه الأعوام. صلوا على رسول الله. 60 سنة ده من الأمة دي النهارده تسجل 60 سنة مش هقول خالص. فلذلك الإنسان ممكن يموت عنده 40 سنة و45 سنة، والله يعني هنمر مرور القراءة. في النهاية يا إخواننا هيتحاسب على كل حاجة عملها. آخر حاجة قبل ما انزل، والله وتالله وبالله لو جبت الوقت واحد من أصحاب القلوب وسألته ليكلمك عن حقيقة الدنيا، إن في هذه الساعة وفي هذه الدقيقة وفي هذه الثانية آلاف البشر تحت التراب يتمنى العبد منهم أن يعود إلى الدنيا، ليس والله من أجل ماله، وليس والله من أجل أهله، وليس والله من أجل أي مخلوق، بل يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليركع لله ركعة أو يسجد لله سجدة أو يشكر ربه. أنت الوقت حي ترزق
بعد كده هتبقى تحت التراب ولا نفسك تحت التراب. وأيها الشاب يا من فقدت أبيك وأمك عليك بالدعاء لهما. ادعي لأبوك وأمك في كل صلاة. خلي بال حضرتك إن أبوك وأمك في القبر منتظرين دعوة منك. أبوك وأمك وهم في القبر منتظرين إيه؟ دعوة واحدة منك. زي مولانا في قبره فيلاقي خير داخل عليه وحسنات داخل عليه. يا رب ممن أتى أو كيف أتى إلي هذا الخير؟ ابنك فلان أو بنتك فلان ادعت لك. اذكر الله. الأب في قبره يلاقي حسنات داخله ونور داخل عليه. يا رب النور ده منين؟ ببركة دعاء ابنك ليه، ببركة دعاء بنتك ليه. أصل ابنك اتصدق على روحك. فلذلك بيبقوا منتظرين والله العظيم. الميت بيبقى منتظر الحي يشفق عليه. خلي بال حضرتك ان سيدنا سعيد بن المسيب كان بيزور امه كتير، يعني كان بيروح القبر لامه كتير. فجاء فتره انشغل ما راحش لامه. خلي بالك انت لما تروح لابوك وامك تقعد جنب القبر، لو ابوك وامك من الصالحين نسال الله ان يكون ابائنا وامهاتنا من الصالحين بيشوفوا وبيسمع. يعني لما تقعد جنب ابوك تكلمه بيسمع، لما تقعد جنب ابوك بيشوف. فسيدنا سعيد كان بيزور امه كتير فانشغل في فتره. جات له في المنام زعلان، قالت له يا سعيد كنت تاتي الينا فنرزق بالفرح، فان امتنعت عنا يا ولدي منع عنا هذا الفرح، فهل لا تاتي الينا لنفرح؟ صلوا على رسول الله. ما تجينا يا ابني عشان نفرح بيه. بل الميت بينبهر ابنه وبنته لما يقول ده من اموات، والميت بينبهر ابنه من يدعي له لما يقعدوا مع بعض وهم بيلتقوا. يا اخواني وان ربنا قدر ان شاء الله يبقى يتكلم في الموضوع ليه. الاموات الصالحين بيقعدوا مع بعض، فان جلسوا مع بعضهم والله ابن فلان بيدعي لي كتير، ولا ابن فلان بيتصدق على روحه كتير، ولا ابن فلان بيعمل من اجل كتير. فخلى ابوك وامك ينبهوا بيه وتصدق على روحه. خلى ابوك وامك ينبهوا بيه وادعي له. اكتر حاجه بتخلي الانسان يرفع قدره عند الله الانسان الميت الدعوه بتاع الابن والبنت. ولو انت ادعيت لابوك وامك فانت رجل صالح. قال رسول الله اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. يعني لو الانسان مات عمله انقطع الا من ثلاث: صدقه جاريه، عمل لنفسه صدقه، او علم ينتفع به، رجل ساب علم دكتور او شيخ او مهندس وساب علم في الارض، او ولد صالح يدعو له. فلو ربنا حرمك من الاثنين الاولانيين اوعى